السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن إزاي تسندي نفسك بنفسك. في لحظات كتير في حياتنا بنكون محتاجين حد يسندنا، حد يقول لنا كلمة حلوة أو يطبطب علينا، يحسسنا إن إحنا مش لوحدنا. لكن الحقيقة بيكون أقوى سند ممكن يكون في حياتك هو نفسك. إزاي تسندي نفسك وإزاي تبقي قوية حتى لو مفيش حد واقف جنبك، ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو النهاردة، واللي ممكن يغير نظرتك لنفسك ولحياتك كلها. أول حاجة لازم تعرفيها إن مفيش حد هيفضل جنبك طول العمر. أنا عارفة إن المقولة دي صعبة لكنها حقيقية وواقع. مش معنى كده إن الناس كلها وحشة، لكن كل واحد فينا عنده حياته وظروفه ومشاكله. اللي فاضي النهاردة يسمعك بكرة ممكن يكون هو اللي محتاج حد يسنده. عشان كده أخطر حاجة تعمليها في نفسك إنك بتربطي قوتك بوجود شخص جنبك. فلو طبيعي إن الشخص ده غاب هتحسي إنك وقعتي وإنك انهارتي. لكن لما تبقي ساندة نفسك بنفسك، وجود الناس هيبقى لحياتك إضافة مش ضرورة. النقطة التانية اللي لازم تعرفيها إنك لازم تكلمي نفسك بطريقة إيجابية. يعني طريقة كلامك مع نفسك هتفرق جدا. يعني ما تفضليش تقولي لنفسك أنا مش بعرف أعمل حاجة، أنا ضعيفة أو أنا فاشلة. الكلام ده هيدمرك من جوه حتى لو مفيش حد قالهولك. جربي بدل ما تقولي الكلام السلبي ده قولي الكلام الإيجابي. أنا بمر بمرحلة صعبة وهتعدي بإذن الله. أنا بتعلم، أنا أقوى مما أتخيل. الكلام ده يبدو إن هو بسيط لكن تأثيره كبير جدا على نفسيتك. النقطة الثالثة الحاجات اللي تعمليها علشان تسندي نفسك بنفسك، اعتمدي على نفسك في حاجات صغيرة. يعني حاولي تعتمدي على نفسك في قرارات بسيطة، ترتيب يومك، حل مشكلة صغيرة تعرضت ليها، أو إنجاز مهام كنت مأجلها. كل مرة هتنجحي في حاجة انت عملتيها لوحدك ثقتك في نفسك هتزيد. رابع نقطة علشان تسندي نفسك، اقبلي ضعفك بس ما تستسلميش له. في كتير مننا فاكر ان القوة معناها ان احنا ما نعيطش او ما نتعبش او ما نتأثرش. ده مش حقيقي. القوة الحقيقية انك تعيطي وتقومي، تتعبي وتحاولي مرة تانية، تحسي بالإحباط لكن ما تتوقفيش. السند مش معناه انك ما تقعيش، السند معناه انك تعرفي ازاي تقومي بعد ما وقعتي. الحاجة الخامسة اللي عشان تقدري تسندي نفسك بنفسك ان يكون عندك حاجة في حياتك بتقومي بيها. يعني زي شغل بتكوني بتحبيه، او مهارة بتتعلميها، او قراية او رياضة، او حتى وقت هادي تقعدي مع نفسك. الحاجات دي هتبني جواكي احساس ان انت ليكي عالم خاص، مش مستنية حد يملى حياتك. لان الانسان لو حياته بقت فاضية بيحتاج الناس بزيادة عن اللزوم، لكن لما حياته بتبقى مليانة بيحب الناس من غير احتياج مؤلم ليهم. وحاولي ما تربطيش قيمتك برأي حد، لان اكتر حاجة بتكسر الانسان انه يشوف نفسه بعيون غيره. لو حد مدحك هتفرحي، لو حد انتقدك هتنهاري. الحقيقة ان رأي الناس بيتغير. اللي النهاردة شايفينك كويسة وممتازة بكرة ممكن يشوفوكي غير كده. فلو فضلتي مستنية تقييم الناس ليكي عمرك ما هتحسي بثبات. قيمتك مش في كلام حد، قيمتك الحقيقية في نفسك وفي أخلاقك وفي صبرك ومحاولاتك. وافتكري ان كل مرحلة صعبة بتعدي، يعني مفيش ألم بيفضل على طول ومفيش حزن دايم،
ومفيش ظروف صعبة ثابتة، لأن أوقات كتير وإحنا في أزمة بنحس إن هي نهاية الدنيا، لكن بعد فترة وبعد ما بتمر الأزمة دي بنستغرب ونقول ليه إحنا كنا زعلانين بالطريقة دي. وأهم حاجة علشان تقدري تسندي نفسك قربك من ربنا، دي من أقوى الحاجات اللي هتسند قلبك، لأن الإنسان لما يحس إن ربنا معاه بيهدى وبيطمن. تقربي من ربنا عن طريق الصلاة، الدعاء، حتى تقعدي تتكلمي مع ربنا بكل الحاجات اللي جواكي وببساطة. اتأكدي إن ربنا عارف اللي جواكي، وما تخافيش إنك تبدأي بداية جديدة. كتير مننا بيخاف إنه يبدأ من تاني، أو يخاف إنه يغير حياته، أو يخاف يجرب. لكن الناس القوية لو انتي بصيتي هتلاقيهم مروا ببدايات جديدة كتير جدا. في كل مرة بتبدأي من جديد بتبقي أقوى من المرة اللي قبلها. في النهاية أحب أقولك إن مفيش حد هيحس بيكي قد نفسك، ولا حد هيقف جنبك طول الوقت، ولا في حد هيعرف يشيلك لو انتي من جواكي مستسلمة. اسندي نفسك وقوي قلبك. أول ما تقفي على رجلك هتلاقي إن الدنيا نفسها بقت سهلة. وافتكري كويس قوي، اللي يعرف يسند نفسه عمره ما يقع لوحده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.